اللي وقع هاد الايام هادي ماشي غير تصاريح عابره، اللي وقع هو محاوله مكشوفه لجر كره القدم لصراع شعبي ما عنده حتى معنى. حسام حسن وخوه خرجوا بهضره ما محسوباش، هضره كتحاول انها تخلق عدو وهمي سميتو الشعب المغربي. وعلاش؟ باش يتغطى الفشل وتحول النقاش من الاداء والنتائج الى استفزاز. المغاربه ما محتاجين شهاده حسن السلوك مع حتى واحد، وتاريخهم في الملاعب معروف، التشجيع وفي الاحترام وفي الدفاع عن المنتخب بدون سب ولا اساءه. ولكن ملي كيبدا شي واحد يحرض وكيصور راسو على انه ضحيه، هذه ماشي قوه، هذا ضعف. العلاقات بين المغاربه والمصريين اقدم من حسام حسن وخوه، واكبر من اي تصريحات عصبيه، وما غاديش يكسروا هذا التصريح ولا جوج مؤتمر صحفي. الرساله واضحه، المغاربه ما داخلينش في حروب كلاميه، ولكن ما غاديش يسكتوا على التشويه. كره القدم كيتبدلوا فيها مدربين وكيتبدلوا فيها نتائج، ولكن الفتنه ملي كتولي ما كتلغاش بسهوله. واخا تكون اسطوره في بلادك، الا خرجتي على الاحترام راك خرجتي على اللعبه كامله. وحتى الناس العقلاء من الشعب المصري عارفين بلي هذه غير شماعه كيعلق عليها المدرب وخوه الفشل ديالهم الذريع في هذه البطولات.